يسعد أوقاتكم جميعاً. رجعنا لكم من جديد ووصفة جديدة من وصفاتنا، أكيد مع طباخ الصينية. مثل العادة بنبلش نهارنا الحلو باستقبال أوردراتكم وتحضيرها بكل حب. وعنا اليوم تحضير كميات كبيرة جديدة ورح تكونوا معنا بمطبخنا خطوة بخطوة. الكبة بتتجهز وبتتغلف بعناية لتوصلكم لباب البيت. خلونا نرجع شوي ونشوف كيف تحضرت. نغم وصفاء عم يجهزوا لنا البصل لنضيفه على اللحمة المفرومة. غسلوه وفرموا شرحات وبعدين بالماكينة لحتى يتفرم على الآخر. ولحتى يخلصوا الشيف ليلى عم تجهز لعجينة الكبة الطحين والبرغل. ويلي بيميز مطبخنا إنه شغلنا رايق ومتقن وبنشتغل بكل حب. البهارات والإضافات يلي حتنخلط مع العجينة صارت جاهزة. حنسخن المي للبرغل وبلشنا بأهم خطوة. بنضيف المي يتفتح ويبرد، بنتركه شوي. وهي اللحمة وصلت، وزناها وحطيناها فوق البصلات. نقلبهم مع بعض ونحطهم على النار لحتى تنشف ميتهم. السمنة أكيد إذا بترغبوا بديل عنها زيت نباتي. حطينا الملح، الفلفل الأسود والبهار المشكل، وممكن نضيف السماء وجوز عين الجمل والهيل، وحسب الكمية طبعا. الكميات المنزلية بتلاقوها بالتعليقات. وهلأ بدنا نصفيها بعد ما قلبناها مزبوط وصارت مستوية. نظفنا المكان ويلا نرجع للشيف. الليمون والفلفل الحمراء غسلناهم وجهزناهم. البصل للعجين بس هالمرة رح يتنعم على الآخر. وبعدها تفريم الفلفل الحمراء وتنعيمها بالخلاط. وهيك تمام. أحلى شي بحبه بخلطتنا وهو دبس الفلافلة، بنضيفه مع الفلافلة المطحونة. ضفنا الملح على الطحين، فلفل أسود، كمون، نعناع ناشف، بصل بودرة والمردقوش وبرشن ليمون. يلا نروح سوا على العجانة. بنحط البرغل وبعدين الطحين بالمكونات يلي ضفناها عليه والبصل الناعم كمان. وبعدين منضيف الفلافلة المطحونة مع دبس الفلافلة والزيت النباتي. لابد من عمل تيست للعجينة لنشوف قوامها وتماسكها. يلا نشوف روعة كيف رح تقرص لنا الكبة مثل ما بيقولوا أهلنا السوريين. طبعا الزيت عشان يسهل عليها الشغل، مثل ما بيقولوا الشغل نظيف بده وقت، بس إحنا منقول الشغل نظيف بده طباخ محترف ليعطينا إياه بوقت سريع. وعنا هون الشغل الصح مع الطباخ الصح. طبعا كل حبة بتشبه الثانية لأنه بنوزنهم مثل بعض. وحبات الكبة هيك عبات الصينية، وحنوديها للتغليف المؤقت لنحطها بالثلاجة أقل شي 6 ساعات. وهيك خلص نهارنا بإنجازات كتيرة، وطلباتكم صارت جاهزة والتوصيل برضو جاهز. لا تنسوا مع كل طباخ في صينية، وصينيتنا اليوم فيها كبة وصحتين وألف عافية.